العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي. مشاهدينا نشرة الأخبار من تلفزيون إريتريا، نبدأها بالعناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يزور أديس أبابا وبيشفتو. مديرية أسمار تشهد أعمال شق طريق ترابي بالنفير الجماهيري. القرى القاطنة على طريق جلدم حين فرص تحصل على خدمات اجتماعية. واشنطن تطالب أنقرة بترك الاستفزاز، وجاويش أوغلو ينتقد ازدواجية المعايير. انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. عسكريون من الهند يعقدون الجولة السابعة من المفاوضات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. زار فخامة الرئيس إسياس أفورقي برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد اليوم 14 أكتوبر المشاريع التنموية في مدينة أديس أبابا وبيشفتو. وتفقد الرئيس إسياس أفورقي صباح اليوم في أديس أبابا مزارع الأزهار ونباتات الزينة، وكذلك حديقة إمبا انطوطو على بعد 4 كيلومترات ونصف من مدينة أديس أبابا، ومتحف البن والبنى التحتية الرياضية والترفيهية فيها، وقدم له شرحا من القائمين عليها حول المحتوى والأهداف. وفي الفترة المسائية توجه الرئيس إسياس أفورقي والوفد المرافق له إلى مدينة بيشفتو الواقعة في إقليم أرومي على بعد 40 كيلومتر من أديس أبابا العاصمة، وتفقد قاعدة القوات الجوية الإثيوبية وأقسامها ومؤسسات تركيب الشاحنات الصغيرة والكبيرة والحافلات وآليات التنمية والدبابات والمدرعات والدراجات وغيرها من المركبات. ويزور فخامة الرئيس أفورقي إثيوبيا من 12 أكتوبر تلبية للدعوة الموجهة إليه من رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد. تجري أعمال شق طريق ترابي يربط بين ضواحي هاوش وغوش وإيرا وأروتا ببلدة أسند في مدينة أسماط عن طريق تنظيم نفير شعبي ومشاركة قوات الدفاع المرابطة في تلك المناطق. ويشارك في أعمال شق الطريق الذي بدأ في شهر يوليو الماضي وتكثر فيه الجيوب الجبلية والالتواءات أكثر من 23 ألف شخص من ضواحي إيرا وأروتا وهاوش وأسماط وأفراد قوات الدفاع، ويتوقع اكتماله قريبا. وأوضح مسؤول الطرق من الدرجة الثانية في قسم التنمية المعمارية بإقليم عنسبة السيد هيلي أسفح أن الطريق يشيد لمرور الشاحنات الكبيرة بطريقة آمنة رغم تداريس الوعرة. وقال مدير مدينة أسماط السيد عثمان آدم أن العمل الجاري بتعاون سكان وقوات الدفاع لشق طريق جديد بطول حوالي 25 كيلومتر هو مواصلة لأعمال الصيانة والإصلاحات الجارية منذ 3 سنوات لطريق جبل عسرتي الاستراتيجي. ذكر سكان قوى مديرية فرو الواقعة على طريق جيلا دمحنا فرو تمكنهم للحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية. وأوضح السكان معاناتهم للتنقل بين المدن ونقل المرضى إلى المؤسسات الصحية في عد قيح وفرو لوقوع قراهم في المنحدرات الجبلية، لكن طريق إجلا دمحنا فرو الذي يمر بقراهم سهل عملية التنقل، إضافة إلى حصولهم على خدمات مياه الشرب والتعلم ومؤسسة صحية. وذكر مدير مديرية فرو السيد عثمان عرفة بناء 3 مدارس ابتدائية في أوملي وعمر جابري ودنانلو، وعيادة في أوملي، و7 خزانات مياه وحفيرين لتخفيف معاناة السكان. وأشار إلى ترابط القرى لقيام السكان بشق الطرق الترابية بالنفير، وأن بناء مشروع الدحل رقم 4 الحفائر في القرى ساعد لتوفير المياه وتسهيل حياة السكان. أوضح المزارعون في إقليم عنسبة أن استخدام البذور المحسنة مكنهم من رفع الإنتاج الزراعي. وقال مسؤول وحدة البذور في مكتب وزارة الزراعة في الإقليم السيد تصفى برهان حقوس أن البذور المحسنة تتحمل الأمراض والآفات وارتفاع الحرارة نتيجة التغير المناخي وتسهم لرفع الإنتاج الزراعي. وأوضح أن إنتاج البذور العادية لا يتجاوز 3 إلى 4 كنتال من الهكتار الواحد، بينما يتوقع إنتاج من 12 إلى 15 كنتال من الهكتار الواحد من البذور المحسنة.
وقد تم زراعة بذور الدخن المحسنة هذه السنة في مديريتي علا برعد وحجات، والقمح في عتكلزان، والذرة في مديريتي علا برعد وحلحل وقلب، وكذلك الحمص الأخضر للتجريب في قلب وعلا برعد وعتكلزان. وذكر فقر التربة لاستخدام نوع واحد من البذور دوما، داعيا لاستخدام أسلوب الدورة الزراعية والعمل لتخصيب التربة. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية نعفة بتأهيل 20 أسرة راعية للأيتام والمعاقين بقيمة 200 ألف نعفة. وأوضح مسؤول المكتب السيد عبد عثمان بأن هذه الأسر المقيمة في 11 ضاحية تم اختيارها بمدراء الضواحي واللجان، وتم تأهيلها بالمواشي بمبلغ 10 ألف نعفة لكل أسرة. من جانبه دعا مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد تسفاي أيوب الأسر المؤهلة للاستفادة الجيدة من الدعم والعناية بالمواشي المقدمة لتحسين حياتها المعيشية. وشكرت الأسر الإعانة المقدمة لحصول الأيتام والمعاقين على الرعاية الجيدة. في غضون ذلك قدم أعضاء مكتب الإدارة والمعلمين في مدينة نعفة مبلغ 52 ألف نعفة وتقديمها بالذرة للأسر المحتاجة والتي ترعى الأيتام، إضافة إلى 3 كنتال عدس و300 صابون لهذه الأسر مقدمة من 7 من التجار. وفي مديرية حمل مهلو قدم 51 كنتال ذرة وزيت الطعام والصابون لأسر الشهداء والمسنين في فلادارب. فاصل قصير مشاهدينا الأكارم، ومن ثم أوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. على الصعيد العالمي، انتقدت الولايات المتحدة استئناف تركيا عمليات التنقيب الشرقي المتوسط بعد إرسالها سفينة عروج ريس في الوقت الذي طالب فيه أنقرة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن ازدواجية المعايير. واستنكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس في بيان تجديد تركيا عمليات المسح في المناطق التي تفرض اليونان سلطتها القضائية عليها في الشرق المتوسط، معتبرة الإعلان التركي من جانب واحد يثير التوترات في المنطقة. وكانت أنقرة قد أعلنت أن سفينة المسح التركية عروج ريس استأنفت عمليات التنقيب عن الغاز الشرق المتوسط، وستستمر مهمتها 10 أيام. في غضون ذلك بدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زيارة إلى اليونان وقبرص لبحث التوتر الشرق المتوسط. وقالت الخارجية الألمانية إن ما سيتعهد لليونان وقبرص بالتضامن الكامل من جانب ألمانيا والاتحاد الأوروبي. من جانبه دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي دعا الاتحاد الأوروبي للتخلي عما سماها ازدواجية المعايير التي يستخدمها في العديد من القضايا، ومنها الشرق المتوسط والدعم الذي يقدمه لليونان فقط لأنها عضو فيه. تنطلق بعد سنوات مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، والتي تسرع احتمال احتواء الرقعة المتنازع عليها على نفط أو غاز. وأعلن لبنان وإسرائيل بداية الشهر الحالي التوصل إلى تفاهم حول بدء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقرها في مدينة الناقورة الحدودية، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها تاريخية بين الدولتين في حالة حرب. في الناقورة من المفترض أن يجلس وفد الطرفين في القاعة ذاتها على ألا يتبادلا الحديث مباشرة، بل عبر ممثل للأمم المتحدة وفق مسؤولين لبنانيين، وبحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر. ووصفت إسرائيل المفاوضات التي تتعلق بمساحة تمتد لنحو 860 كيلومتر مربع بالمباشرة، وهو ما يصر لبنان على نفيه. وقالت واشنطن على مدى سنوات وساطة بين الجانبين تكثفت مع توقيع لبنان العام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين في مياهه الإقليمية. أجرى قادة عسكريون هنود وصينيون مناقشات إيجابية وبناءة حول فصل القوات التي خاضت مواجهات على مدى شهور على الحدود المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، حسب ما ذكر الجانبان في بيان مشترك. وخاض دبلوماسيون ومسؤولون عسكريون عدة جولات من المحادثات لتهدئة الوضع بعد اندلاع الشباك بين قوات من الطرفين على الحدود في يونيو قتل فيها 20 جنديا من الجانب الهندي. وقال مسؤولون أن قادة كبارا عقدوا جولة سابعة من المحادثات في تشوشول بغرب جبال الهيمالايا،
وأن تلك الجولة استمرت لأكثر من 10 ساعات، ويمثل خط السيطرة الفعلي خطا حدوديا بحكم الأمر الواقع تنتشر فيه القوات على الجانبين في مواجهة بعضها البعض. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشفت شركة أبل النقاب عن 4 أجهزة آيفون جديدة مزودة بتقنية الاستخدام مع شبكات الجيل الخامس اللاسلكية الجديدة. وعرض عملاق التكنولوجيا الأمريكي جهاز آيفون 12 المجهز بشاشة 6.1 بوصة مثل شقيقه آيفون 11، ولكن أخف وزنا وأرفع، وتطرحه أبل للبيع في السوق بسعر مبدئي يبلغ $800. كما عرضت أبل جهاز هاتف آيفون 12 ميني بشاشة 5.4 بوصة بسعر $700 تقريبا، وكذلك هاتف آيفون 12 برو المتطور المزود بكاميرات أكثر قوة بنحو $1000. وفي خطوة قد تزعج بعض المستهلكين، لن تقوم أبل من الآن فصاعدا بتزويد زبائنها بمحاولات الشحن مع الهواتف الجديدة، وترجع الخيار لأسباب بيئية، حيث تستعد الشركة الأمريكية للاعتماد على علب أصغر وأخف وزنا تكون أكثر ملائمة للبيئة. مشاهدينا، انتهت النشرة. هذه تحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.